استمع في البداية إلى عرض حول مراحل وسير التمرير المنفذ على مستوى مضلع الرمي للقوات البحرية بالواجهة البحرية الغربية بوهران، ليتابع بعدها مجريات التمرين الذي تم تنفيذه من قبل أطقم الغواصتين الهجار والونشريس التابعتين للقوات البحرية. ويندرج هذا التمرين في إطار التأكد من مدى الفاعلية العملياتية للغواصتين، وقد تم تنفيذ الرمي بنجاح وتدمير الأهداف البرية بدقة عالية، وهو ما يعد نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات، ما يؤكد أيضا التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها وحدات القوات البحرية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة. وبالقاعدة البحرية الرئيسة مرسى الكبير التقى السيد الفريق بإطارات وأفراد الواجهة البحرية الغربية، حيث ألقى كلمة توجيهية تابع جميع أفراد القوات البحرية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. أكد فيها أن قواتنا البحرية قد أصبحت على غرار بقية القوات الأخرى تمتلك ناصية التكنولوجيات المتطورة، وأضحت بذلك مثالا يقتدى به في مجال العمل المهني المحترف الجاد والمسؤول. كما ذكر بأن تميز الشعب الجزائري الأصيل والأبي وتعوده على ربح كافة رهاناته مهما كانت طبيعتها وصعوبتها يجعل من كسب رهان الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل من المسائل البديهية، موجها تحية إكبار واحترام لكافة المواطنين، لا سيما فئة الشباب الذين أدركوا